اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ هنعمل النهارده كده طبق كشري كده سهل وسريع. هنعمل الكشري المصري على اصوله. تعالوا نشوف معانا ايه كده. في الاول معانا كده حمص الشام اهو، غسلينه ونقعينه من بالليل. انا هولع عليه اول حاجه، احط له طماطمايه وفصين من التوم اهو، ورشه كده خفيفه من الكمون. مش هحط له الملح دلوقتي الا لما يستوي، لو حطينا الملح هيفضل طول النهار معانا بقى. تعالوا نشوف هنعمل ايه تاني. معانا حله على النار فيها زيت، ومعانا عدس بجبه اهو، انا غسلاه ونقعاه برضو بقاله ساعتين. هولع عليه ياخد غلوه واحده بس. تعالوا هنشوف هنعمل ايه في الزيت ده هنعمل فيه الصلصه. هنعمل الحاجات البسيطه كده ونركنها ونشتغل بقى على طول حاجه حاجه كده. معانا معلقه من التوم نزلنا فيها من الزيت، معلقتين من الزيت ومعلقه من التوم اهو. هشوح التوم كده، انا مش هحمره هشوحه بس. هنزل بقى عليه بكميه الصلصه اللي معايا او الطماطم الفريش. انا اللي معايا دي صلصه كنت مسبكاها وحطاها في التلاجة اهي، نزلت بيها على طول. هقلب كده التوم بالطماطم. التوم بيخلي ريحه الطماطم جميله يا جماعه. تاخد غلوه والتانية بس عشان انا مسبكاها. معايا رشه من الفلفل الاسمر، ومعايا الملح بتاعي اهو، وهسيبها تغلي غلوتين واطفي عليها. بص اول ما غلت معايا بقى هعمل ايه. دي بهارات كشري يا جماعه، بجيبها من عند العطار، بقول له انا عايزه بهارات كشري، بتخلي ريحه الكشري زي اللي بنجيبه من بره بالظبط. ومعايا نص كوبايه ميه، عشان انا عايزه الصلصه اللي معايا خفيفه، مش عايزاها كده تقيله، بتبقى معايا خفيفه، ولا خفيفه قوي ولا تقيله قوي. بصي ما شاء الله، بيبقى سمكها جميل كده اهي. كده خلاص الصلصه معايا خلصت، والعدس برضو كمان خلص اهو. هاخده بقى اصفيه واغسله كويس ونشوف هنعمل بيه ايه تاني. انا عايزاه غلوه واحده بس، والحمص معايا شغال اهو. تعالوا بقى نعمل البصل. معايا كيلو من البصل مقطعاه رفيع جدا، وهنزل عليه ب3 معالق من النشا ورشه ملح. يبقى كيلو بصل 3 معالق من النشا رشه ملح، واقلبهم كويس مع بعض اهو. ومعايا الزيت بقى على النار، هنزل كده اهو. بصي هنزل كده بكميه البصل اللي معايا ما شاء الله اهو في الزيت، لغايه ما يغلي معايا كده كويس. اهم حاجه بص بقى، معايا ميه بتغلي، هنعمل فيها المكرونه. هنحط فيها كده حبه من الملح وحبه من الزيت. يبقى احنا كده خلصنا من حمص الشام والعدس والصلصه والبصل والمكرونه. معايا كيسين مكرونه، كيس مكرونه سباكيتي وكيس مكرونه صغير اهو. وما تنسوش واحنا شغالين كده نعمل لايك للفيديو واشتراك للقناه ونفعل الجرس عشان كل جديد ينزل لكم ان شاء الله اهو. بسم الله ما شاء الله. انا كسرت الكيس مكرونه الاسباجيتي الى 3 قطع، ل3 حتت كده، مش عايزاها طويله معايا اهي. هقلبها كده لغايه ما تستوي. معايا البصل بقى شغال اهو ما شاء الله كده. انا هطلعه لونه خلاص اتعمل اهو. المكرونه استوت بقى، صفتها وغسلتها من النشا كويس، وفي نفس الحله غسلت الحله وحطيت فيها 3 معالق من الزيت قدحوا كويس. وهنزل بالمكرونه بتاعتي، لازم اقلبها كده في الزيت كويس، عشان لو تفضل معايا لو قعدت لتاني يوم مش بتلزق في بعضها، بتفضل مفرفرة كده وجميلة اهي. دي نقطة اهم نقطة في المكرونة يا جماعة. تعالوا نعمل الرز بقى بالمرة اهي. معايا معلقتين من السمنة، ومعايا شعرية هحمرها كويس، ومعايا نص كيلو رز انا غسلاه ونقعاه من ساعة. اول ما ابتديت اشتغل في الكشري غسلت الرز ونقعته كده قبل ما اشتغل اهو. احمر معايا الشعريه بتاعتي كويس، وانزل بكميه الرز اللي معايا صفيته طبعا، وهنزل كده بالرز اللي معايا اهو. هقلبهم كويس. بس اما انزل بايه بقى، العدس قلنا نركنه اهو، ركناه شطفناه كويس برضو وركناه، وهنشوحه مع الشعريه والرز والملح. هننزل بالعدس عليهم على طول، هنشوحهم كويس كده بقى. العدس معاكي يفضل مع الحبايه بحبايتها وما يتهراش ويبقى جميل. ودي نقطه سهله برضو اهو. اهو الليمون ب5 جنيه، الراجل بينادي بره اهو.
الليمون دلوقتي رخيص، نعمل مخلل، نعمل ليمون معصفر، نعمل اللي احنا عايزينه بيه. اهو هنقلبه كده كويس. طبعا البوتاجاز كان معايا اتبهدل طبعا من البصل والعدس والدنيا. هنخلص الاكل وننضف مكاننا كويس. اهو هنزل بقى كده بكمية المية اللي معايا بعد ما تشوح معايا الرز كويس مع العدس مع الشعرية. كمية الرز المناسبة للأكل، بس أنا مش عايزة الرز يبقى ميته زايدة عشان العدس ما يعجنش. الناس بيقولولك اللي انت لما تحط العدس الرز بيعجن، أنا بيطلع معايا واو حكاية. والله لو جربت بنفس الطريقة هيطلع معاكي تحفة. اهو بص كمية المية اللي معايا يدوب مغطية الرز بحاجة بسيطة اهي. انا بعمل كده بالمعلقة اعرف المعيار على طول. بص كده الرز ما شاء الله اتشرب اهو. تعالوا نعمل الدقة كمان جنبنا. معانا معلقتين من الزيت ومعلقة من التوم. احنا ممكن نعمل الدقة دي من غير نار خالص، بس انا بحب اشوح التوم عشان بتبقى تحس اللي هو ايه مش ني معاكي. لو ما تشوحيه تحس اللي طعمه مش باين. وهنزل كده بمعلقة من الكمون ومعلقة من الملح اهو ومعلقة من الكزبرة الناشفة، واقلبهم كويس مع كوباية مية. انا ما حطيتش الخل لسه، انا هدوب اهم حاجة كده واطفي النار. اول ما اطفي النار هنزل بنص كوباية من الخل. انا مش عايزة الخل على النار، يبقى كوباية مية ونص كوباية من الخل على طول. كده انا طفيت النار خلاص، كده الدقة دي معايا خلصت. تعالوا نعمل بقى الشطة. معايا برضو معلقة من الزيت على معلقة كبيرة من الشطة، وهقلبهم كويس لما ريحة الشطة كده تقلب الدنيا اهي. ما شاء الله. بصي اول ما تغلى معايا كده هقوم نازله بايه، ببهارات الكشري زي ما قلت لكم. بنص معلقه من بهارات الكشري كده. يبقى حطينا على اللهم صل على النبي، على على الصلصه وعلى الشطه. بس هي بهارات الكشري بتتحط نص معلقه هنا ونص معلقه هنا اهي. هنزل بقى بايه، بكرنيب كده من الصلصه اللي انا عملتها وركنتها. بتخلي بقى الشطه معايا لها طعم تاني وفرق جامد بصراحه، زي اللي بتتعمل بره بالظبط. هنزل كده بربع كوبايه من الخل واطفى عليها، وكده خلاص الشطه معايا خلاص خلصت. ما شاء الله. بصي قوامها بقى عامل ازاي. بصي ما شاء الله بقى الرز كده خلاص طفيت عليه والصلصه اتعملت، والمكرونه ما شاء الله عامله ازاي. بص البصل بقى بيقرمش وجميل. خلصنا كل حاجه اهو. هندلع الكشري بتاعنا بايه بقى النهارده؟ بالكبده. احنا من عشاق الكشري بالكبده اهو. هنزل كده بمعلقتين من الزيت اسخنهم جامد على الطاسه، وانزل بكميه الكبده اللي معايا. طبعا احنا قايلين قبل كده في الفيديو بتاع الكبده بنغسل الكبده ازاي اهو. مش هقلبها خالص الا لما تاخد لون معايا. بص كده كلها خدت لون معايا. هنزل كده بمعلقه توم مفروم اهي، واشوحهم كده كويس مع بعض. بصي ما شاء الله ريحه التوم بيخلي الكبده ريحتها جباره بصراحه. اه انت خلاص احنا كده خلصنا الكشري. اللي عايز كشري بس مرحلة الكشري خلص. بس انا بحب اعمل جنبه كبدة، يبقى كشري بالكبدة زي الاسكندرانية اهو. هنزل بقى بالملح وبالكمون بتاعي واقلبه كويس اهو. مش هنزل برضو بالفلفل الا لما الكبدة بتاعتي تستوي. هنزل بكمية الفلفل اللي معايا وخلاص. كده الكبدة بتاعتي خلصت، ما بتقعدش 10 دقايق على النار اهي. هطفي عليها بقى وتعالوا نغرف الكشري مع بعض اهو. معايا بقى الرز ما شاء الله. بص مفلفل وجميل ازاي، ولا معجن ولا اي حاجه. والعدس شكله جميل. وبصي بقى المكرونه برضو معلقه الزيت اللي عملناها فيها بص بتخليها مفلفله وجميله ازاي، لو قعدت معاكي لتاني يوم حتى. عشان ما شاء الله انا عامله كميه كشري كويسه فهتقعد معايا لتاني يوم. بصي معايا هنا صلصه اهي ما شاء الله، قوامها جميل ولونها جميل ازاي، وريحتها جباره بصراحه. معلش يا جماعه اهو. ومعايا بقى ايه البصل بتاعي، وادلعهم كده بحبة حمص اهو، واحط عليها حبة من الدقة، وكده الكشري بتاعي خلص.
انا هحط بقى الكبده كده في طبق بره، اللي عايز بيقوم حاطط على وش الكشري كبده، عشان عندي شويه بياكلوا بالكبده وشويه كشري بس. او حبه من الدقه وحبه من الشطه. بص الشطه بتاعتي قوامها جميل ولونها جميل ازاي. ويا رب الفيديو النهارده يكون عجبكم، ونعمل كلنا لايك للفيديو. اهو ما شاء الله، بص الكبده اهي. وكده خلصنا معاكم النهارده.